ونبدا بالحالات. اول كوره فاول لزيزو اللي الكل اتكلم هو ليه ما باظهاش لبن رمضان. انا عندي اعتراض على حاجه تانية خالص. انت فاول على حدود ال 18، ليه ما تشوتش اساسا؟ 10 لعيبه في الملعب مفيش واحد عارف يشوط الكوره ما بين الثلاث خشبات. الكوره دي زيزو وسط ثلاثه ويقدر يودي شريف انفراد بكل سهوله، لكن طبعا الحنكشه اخدته فراحت علينا الهجمه ما صنعتش فرصه اساسا. كابتن حسين دورانات لف بوسطه وفتح الملعب وبقى عنده باص او اتنين يغير بيهم الملعب ويروحوا بيهم انفراد، لكن طبعا عشان هو كابتن ماجد حب يعمل 7 زياده فتروح الكوره علينا. الكوره هنا مع احمد رضا وقدامه طاهر محمد طاهر لوحده تماما يقدر يبصي له الكوره والتاني عمال يصرخ له، لكن احمد رضا كان ليه راي تاني ان هو يرجع لورا ونبتدي الهجمه من تحت. نفس الكلام احمد رضا معاه ان هو يدوس على الكوره خطوه واتنين كمان، فيا اما يباصي لشريف او يباصي لزيزو، لكن احمد رضا يباصي الكوره يقتل بيها زيزو ويموت فرصه للاهلي. وبرده الكوره عند احمد رضا اللي عنده فرصه يودي شريف انفراد، لكن احمد رضا يباصي للعمق في قرار عجيب وغريب ملوش علاقه بالكوره. ناس كتير معترضه على ريبيرو ومحملاه النتيجه، وانا شايف ان هو عنده اخطاء كتير فعلا، لكن الجزء الاكبر يتحمله اللعيبه. المدير الفني وظيفته ان هو يخلق لك فرص وان انت تروح على الجول، فاللعيبه محتاجه تراجع قراراتها وتصلح اخطائها عشان الدوري ما يروحش. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات مين يتحمل الجزء الاكبر في تعادل الاهلي مع المحله، ريبيرو ولا اللعيبه؟ ما تنسوش تعملوا لي لايك وفولو.